السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة تحفة. هعمل تورتة في الحلة. أيوه، هنعمل مع بعض تورتة في الحلة. التورتة عبارة عن إيه؟ زي ما انتوا شايفين كده. عملت التورتة دي واتقلبت مني. تعالوا بينا هنشوف احنا هنعمل ايه. معايا هنا حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمن البلدي، وبدأت هنا معايا فرخة غسلتها كويس جدا وقطعتها 4. تقدري تقطعيها 8، تقدري تستبدلي الفراخ بلحمة زي ما تحبي. بعد ما شوحت كده الفراخ بقلبها من جنب على الجنبين، وبديها صدمة من الجنبين كده. بقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا النار معايا عالية. هحط رشة من الملح، هحط شوية من الفلفل الاسود. معايا هنا بقى بصل وطماطم وقرفة خشب وكمان لورا وحبهان. وهضيف بقى المية المغلية عليها وهخليها تستوي كويس جدا. تمام كده، غطي عليها بقى وهسيبها تستوي. هنبدأ نشيل الريم اللي موجود على الوش ده. اول ما تغلي كده كويس ببدأ الم كده الريم من على الوش. تمام كده. اشيل ده كده واتخلص منه علشان ما يزفرليش الشوربة. اغطيها لحد ما تستوي معايا. هبدأ كده بقى اطلع الفراخ، بسم الله. بعد خلاص ما طلعت الفراخ ببدأ هنا اجيب حلة كبيرة شوية واحط فيها شوية من الزيت، وبرضو بحط معلقة من السمنة البلدي او زبدة، واحط رشة من الملح، واحمر الفراخ في الحلة كده زي ما انتم شايفين. والنار طبعا معايا عالية. تمام كده، بشيل بس الطماطم اللي كانت موجودة في الشوربة. هحمرها كويس على الجنبين واخليه اللون بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، لونها حلو جدا. هبدأ بقى هنا اطلعها تاني. تمام كده. اتخلص من اي حاجة لونها مش حلو. معايا هنا بقى انا طفيت النار. معايا هنا شرايح من البصل، شرايح انا بوريكم هنا ان النار مطفية يا جماعة. هحط هنا بقى شرايح من البصل، شرايح من الطماطم، شرايح من الجزر كده، وبديها يعني برسمها او بحطهم جنب بعض كده زي ما انتوا شايفين. بحط واحدة من الجزر، واحدة من البصل، واحدة من الطماطم. انا باكد عليكم ان النار مطفية، بس هي علشان المادة الدهنية سخنة. هرص كل الطماطم والفلفل اللي موجودين، الطماطم والبصل والجزر اللي معايا دول في ارضية او في قاع كده الحلة. تقدري تضيفي اي خضار انت بتحبيه. تمام كده. انا هنا كنت عاملة بصلتين، جزرتين، 2 حبة طماطم مقطعهم بشرايح زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى هنا اجيب باقي الخضار. كان هنا انا هنا جايبه بتنجان مقطعه شرايح رفيعه وحمرته في الزيت، وبعدين هرصه كده. اكيد انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ شايفين برص البتنجان كده على طرف الحله وبرفعه لفوق بالشكل ده. بخليه كده متلاصق مع بعضه. الاكله دي تحفه جدا جدا يعني. شايفين زي ما انتوا شايفين كده طبقات، بجد شكلها تورته فعلا. هنا شرايح من البطاطس برضو كنت مقطعها قطع رفيعة وحمرتها في الزيت. وانا اختصرت الفيديو شوية بان انا حمرت البتنجان وحمرت البطاطس علشان برضو ما نطولش الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا برص البتنجان والفلفل ازاي. البتنجان والبطاطس يا جماعة معلش الفلفل معلق معايا.
برص كده البطاطس المتبقية كده على باقي الخضار كده. خلاص معايا هنا بقى حمص مسلوق، بس مسلوق كويس جدا زي ما انتم شايفين. رصيته كده، رشيت بقى شوية من الملح علشان الخضار ده يتملح كويس. وبدأت هنا ارص الفراخ بتاعي. شايفين؟ تحفة تحفة يا جماعة، والله طعمها كانت تجنن. معايا هنا رز مصري مغسول ومنقوع. بحط هنا معلقة كبيرة من مرقة الدجاج، معلقة كبيرة من الكركم، معلقة كبيرة من الكاري، وبعدين هحط معلقة من 7 بهارات، وبحط شوية من البهارات المشكلة ورشة من القرفة. بحط الملح، بقلبه كويس جدا. انا حاطه معلقة كبيرة على كمية الرز دي، يعني هي كمية رز ما شاء الله كبيرة. الحلة دي كفتنا يومين. شايفين؟ بعد ما قلبت البهارات في الرز كده كويس جدا، حطيت الرز على الخضار اللي احنا عملناه او رصيناه، وهجيب بقى هنا الشوربه وهصفيها. وطبعا الملح بتاع الشوربه مظبوط، في الرز محطوط له ملح. وبصفي الشوربه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص ببدأ كده انزل البتنجان اللي هو اعلى من الرز، وبظبط الرز بتاعي كده زي ما انتم شايفين. حطيت الشوربه لحد ما غطيت الرز، بس مش غطيته كويس. ليه؟ لان فيه خضار هينزل ميه، فانا مش عايزه الرز بتاعي يكون معجن. بعد خلاص ما الرز اتشرب كل الشوربه اللي موجوده فيه والسوائل اللي موجوده فيه، بهدي النار. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي مفلفل ولونه تحفه، اخد اللون الاصفر الحلو ده من الكاري والكركم. انا هنا كنت حاطه نص معلقه صغيره من الكركم عشان تديله لون. بعد ما استوت بقى يا جماعه هتتدلق مني، ربنا يستر. كنت حاطه ايديا على قلبي بجد، الحله ما شاء الله تقيله. الطبق اللي انا برضو قلبه فيه كان تقيل، وكنت خايفه جدا ان انا اقلبه بالطريقه دي. شايفين؟ سبته بقى بعد ما قلبته، سبته شويه علشان التورتيه بتاعتي ما تتبهدلش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكلها تحفة تحفة. هشيل بقى الخضار اللي موجود في الحلة كده، وبدأت هنا بقى أعمل ورداتي وحطيت ورد كده من الطماطم ومن الليمون وشرايح كده من الخيار علشان تديلي لون حلو للمقلوبة الفلسطينية. شايفين قد ايه هي حلوة جميلة جدا شكلا وموضوعا وطعم، بصراحة تحفة. يعني بجد كل اللي اكل منها بألف هنا وشفا، يعني شكر فيها. شكلها تحفة يا جماعة، شكلها بتتكلم عن نفسها. كل الخضار طعمني، الرز مع الشوربة بجد كان طعمها تحفة. انا ولادي مش بيحبوا البتنجان نهائي نهائي، بأي طريقة ما بيحبوش البتنجان، بس بجد عجبتهم بالطريقة دي. عاشت فلسطين حرة بصراحة يعني. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنا الرز عشان سخن، انا عايزه بس اوريكم ان هو قد ايه مفلفل وطعمه تحفه. شايفين الجمال والحلاوه دي؟ استنوا بس، تعالوا كده بينا. شايفين الطعم والحلاوه دي؟ هنطلع كده بقى ايه الفراخ المدفوسه دي. تعالي كده اعمليها بجد حلوة جدا جدا، وكله في حلة واحدة. خضار وبقوليات وكمان بروتين في حلة واحدة. وشايفين شكلها وطعمها بجد حلوة جدا. جربوها، متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب باسم أميرة أبو زيد بالعربي، وبيجي القناة على الفيسبوك باسم أميرة أبو زيد بالعربي والإنجليش. شايفين؟ تحفة يا جماعة. رز مفلفل اهوت، يعني معلقة واحدة لا تكفي يعني. شايفين الجمال والحلاوة دي؟ بذمتكم الأكلة دي ما يتحط لهاش 1000 لايك. باي باي.